السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنتجه لواحد المنطقة اللي قريبة لمدينة سلاب، واحد 17 كيلومتر، اللي ما كتبعدش على العرجات ب5 كيلومتر. غنشوف واحد الأرض ديال السلاليات للبيع، ولكن قبل ما نمشيو ليها، الناس اللي ما تعرفوش العرجات، هي هاد المنطقة اللي جات فيها النادي ديال التير والفيلين، فيها مقاهي. المهم نضرب واحد الجولة في هاد النادي. فيه لابيسين، تيكون لابيسين، فيه مقاهي كي قلت، فيه بزاف الانسان اللي كيبغي يدير الانشطه، سيرتو التير معروف هاد البلاصه ديال النادي ديال التير، وفي نفس الوقت فيه لابيسين، فيه مقاهي كيبان لكم. هاد البلاصه اللي غنمشيو ليها ما كتبعدش على هاد البلاصه بالضبط 5 كيلومتر. غير حنا كندوزو بهاد الغابه ديال كاين من واحد الطريق راه داروها جديده، كتمشي من تما كتمشي للفوارات اللي كنعرف الفوارات، كتخرج القنيطره يعني وفي النص. وكدوز كلها وسط الغابه ديال معموره معروف. الغابه معموره هي راه كبيره معروفه، معموره ديال البلوط او الغابه ديال البلوط، الشجر ديالها. كتجي في اللي ما عرفش عرجات، هي طريق مكناس الرئيسيه، وهذا هو الاتجاه اللي غادي ناخذه باش نمشيو لهاد البلاصه. قالوا لي فيها البيع، هي كيما نقولوا ديك الارض ديال السلاليه، بحال كتقام من اب الجد، ولكن كيبيعوها بالتنازل. كاين الناس، انا كنعرف هاد الناس راه اكثر من 30 سنه كنمشي لعندهم هنا، ما عندوش مشكل. غير هو كاين، انا غنمشيو نشوفوا هاد الارض الثمن ديالها وشحال البيع، ونخليكم بعدا بهذا المنظر اللي كيبان بمنظر هائل زوين ديال الغابه. وهاد الغابه راه وقت الربيع الناس كتجي تخيم فيها، من الانسان اللي كيجي سيرتو الضواحي، الرباط، سلات، مارا، كلشي كيجي هنا وقت العطل كيخيموا فيها. منظر فيها جميل ولا زوين. هذه هي الارض اللي قلت فيها 2000 متر. السيد اللي باغي يبيع هي هاد الارض اللي كتجي هنايا، على حساب اللي قلت راه ما كتبعدش بواحد شي 5 كيلومتر تقريبا. هي ديال كاين ناس سكان من هنا والسكان من هنا، هي جات في هذا الوسط حداها، راه زعما مجهزه مصايبه. غير هو اللي من غنمشي عند واحد السيد اللي قلت كنمشي عنده اكثر من 30 سنه، كنمشي عنده هنا، هو هذا. وجينا بعدا ناخذ من عنده الحامض وهذا، وهو اللي غيعطينا هذه المعلومات. دراهم ولا 5 دراهم؟ 40 درهم. مش 40 درهم بزاف. 40 درهم غالي عليه بزاف وقيله. ما غالياش. خذ 10 5 دراهم. اوا سير جيب الميزان، اوا طلع عند بوك عباس قول لي عطينا الميزان. شحال الكيلو قال لنا يبغى يبيع 40 درهم. لا بزاف، 10 دراهم. عندك 20 درهم، 20 اقسم معك في النص. هذاك الثمن. ايوه صافي انا كوين هذا 20 درهم ده. ها ها كاع ما فرد علاش؟ نخلصوا ولا ما نخلصوش؟ عطيني فابور. ها ايوا صافي قول لي انت، قول لي اخذ كاين. انت اللي تقول لي شحال تسوي ولاد الهديه الجوده. ما سمعتي يا سي زكريا؟ قال لك دير غير فابور. صافي ايوا نديرو فابور. هذا الميز هذا زوين. مازال فوق دابا يتحيد هذا، وديك المنوره اللي عطلع عاد غتجي شبعانه مع عاد يغلى. ممكن يحيد هذا يطيح. والاخر اللي كينور عاد يطلع مليح. هذا ناض ديال الصيف، ما كانش الشتا، جا رقيق. دابا من يتحيد هذا هو، هاد الخلفه اللي نايضه عاد يعاود يخرج، غيجي غليظ كله يدبل. انت سي زكريا اش قلنا ما مهليش فينا السي علاء. شحال حسبوك؟
ايوب ما عرفتش فابور. ايوب بالفلوس ولا فابور؟ فابور هو يا ايوب ها قول لي فابور صافي يلا عندك. غير دابا تكلمت مع السي علال علاش زعما هو ولد البلاد وزايد هنا ووالدي زايدين هنا، هو زعما كيعرف زعما غيفيدنا اكثر. اللي قال لك مانع البنيه هنايا زعما الا يدير كابون ولا بديماتيت ممكن مسموح يخليوها، اما بيدير الضاله وهذا حابسين هاد الساعه باقي ما قال لي ما خرج شي قانون باش يعطيهم الاذن ديال البناء او لا الرخصه باش يبني. قال لي من الاحسن الانسان باش يتفادى هاد المشاكل ياخذ راي ممكن تتلقى هنا خدام كي كنقولوا 1000 متر 2000 متر من 3000 ل 2000 ممكن تلقاه مجهزه مبنيه بالشجر ديالها. قال لي تقريبا ما كاينش شي ثمن بزاف، راه ما غاليش. قال لي تقريبا ممكن 30 مليون 25، المهم من بين 20 ل 30 كيلعب هكا الاثمنه. ومن سولتو هذا قال لك راه زعما تيجيليزيو التنازلات بيناتهم عند العادل حيت ما محفظاش. زعما قال لي راه ما كاينش مشكل، راه كاين الناس من هنا شاريين، راه شاريين الناس بزاف ماشي غير هو كيبان هاد الطريقه الكودرون فيما مشيتهم عندهم هنا الشانطي ما عندهمش المشكله ديال كل البلايص كلهم عندهم هاد هكا كودرون حتى الضيعات ديالهم ولا السكن ديالهم. جينا ناخذوا فكره كيفاش هادو زعما داروا كلهم الضيعات هادو اللي كيبانوا لا سواء على اليمين سواء على اليسار. قال لي الامن راه كاين، يعني الانسان ما يخافش. وكثريه هنا دايرين واخا كتلقى مساحه غير قليله كي جوج خدامه ولا ثلاثه كتلقى كلها دايره ديال كيدير لافوكا. اكثريه تيديروا لافوكا هنا بزاف، وكيديروا الحامض الليمون الاشجار. كعرفوا الارض اللي كتكون رمله راه معروفه يعني الاشجار الاكثريه كيديروها. عاد كيديروا الخضار من طبيعه الحال. حنا الناس كاين سكان بزاف هنا. هاد المنطقه راه كتجي الا قلت من هنا حتى القنيطره، ماشي الطريق الرئيسي للقنيطره اللي كتخرج على القواس اللي كيعرفوا ديال الساحليه ولا هذه جات لداخل بحال طريق مكناس وكتفوتها العرجات وكتقلب هكا على اليسار كتمشي بهذيك الطواله. كاين ضيعات زوينين فيلمات نقيقين. واخا راه دابا كاين الماء غير هو ما مأثرش عليه الماء حيت هي كي كنقول رمله ما مأثرلهمش على اسماء الاشجار ولا هذا. غير هذا هنا الشانطي كاين داك خا كاين الماء كثر راه كيدوز. ودي وزعما حتى في الصيف كتكون بحال هكا الجماليه ديال الدنيا خضراء الاشجار. يعني هذا اللي زوين هنايا. الماء ديال راه كتعرفوا الماء الفوارات راه موجود الماء هنا راه 40 متر وكيلقاو الماء. هاد الفيرما هادي كلها راه كتبان هذا داير الحامض. واللي بغا واللي كيهمو الامر واللي زعما راه الانسان راه كنقول راه ممكن 30 عام و40 وما زعما ما كاينش عندهم مشكل زعما في هذا الشيء ديال التنازلات. حتى الناس راه كاين حتى شي اجانب انا بان ليا هنايا ساكن هنا رسميه داير السكنات ديالهم رسميه هنايا. وكاين الطريقه ديال العرجات واللي ما تعرفش دابا انا نيت غنديرو غنرجع من الطريق الاخرى اللي كدي وسط معموره وكتخرج البوقنادل ولا اللي كيعرف الحد ديال البوقنادل راه ولاو فيه وزينات بزاف وفيه زعما كثر فيه السكن تما كاين. السوق الحد بالضبط اللي كيعرف السوق الحد في ديك المنطقه.
ممكن تخرج تما وعاود تدخل ديريكت تخرج في سلا ولا في حي السلام. هي هذه الطريق اللي غادي ناخذو، اللي قلت اللي باش ندورو الاتجاه ديال سوق الحد. تبارك الله داك الشتا كي دارت، والله الا داك الشيء هائل. غير هو ما هنا ما مأثراش عليهم الشتا بزاف، واخا هاد الضعيات هذه غير جات في المعموره مزيان، حيت مزيان للشجر، بعد الاشجار ديال البلوط ديرها كلها غير الغابه. وجد ضايا هكا وضايا هكا، والشانطي جا من وسط من هذا، زعما ما اثرش عليه الماء، جا من وسط الضايات الشانطي دايرين، ماشي دايرين هو هكا جات بحال كنقول جهه هابطه منا وحده هابطه وعمرات بالماء، هو كيبان راه الضايات ما بيناتهم والشانطي دايز في الوسط. والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله. وهذه الفكره انا قلت الناس اللي